صوت الصحافة، نبض الخبر. القصة الملهمة: ليونيل ميسي ومواجهة المستحيل الجسدي. مدينة روزاريو، الأرجنتين. هنا بدأت حكاية طفل لم يكن مقدرا له أن يصبح عملاقا. في 9 من عمره اكتشف الأطباء أن ليونيل ميسي يعاني من نقص في هرمون النمو. كان التحدي ليس في الموهبة بل في قدرة جسده على النمو لمواكبة أحلامه. تخيل أن حلمك الكروي مرهون بحقنة يومية يجب أن تتلقاها مدى الحياة. كانت عائلته تناضل لتوفير علاج باهظ الثمن. الأندية المحلية قالت لا. الجميع رأى موهبته لكنهم خافوا من التكلفة. ثم أتى نادي برشلونة. في اختبار غير رسمي أبهر الميسي المدربين لدرجة أن المدير الرياضي كارلوس ريكساك وقع معه على منديل ورقي ليضمه للنادي فوراً. كان هذا المنديل هو أول عقد احترافي لأعظم لاعب في التاريخ. ترك ميسي وطنه وعائلته وهو لا يزال طفلاً. كان عليه أن يقاتل ضد شعور الوحدة والحنين وضد ضعفه الجسدي. في لاماسيا كان الأصغر حجماً لكنه كان الأعظم إرادة. كان كل تدريب وكل مباراة انتصاراً على المرض الذي كاد أن يلتهمه. لم يتدرب ليكون الأفضل بل تدرب ليسمح له بالاستمرار. عندما بدأ ميسي يسجل الأهداف ويفوز بالجوائز لم تكن تلك انتصاراته الكروية فقط بل كانت احتفالاً بالانتصار البشري على المستحيل. لقد أصبح رمزاً لجميع الأطفال الذين قيل لهم إنهم غير مؤهلين. كل بطولة فاز بها كانت تكريماً للصبر الذي تحل به في صغره. مسيرة ميسي هي إثبات قاطع: العظمة تصنع بالإصرار لا بالحجم. لقد منح العالم درساً في الإرادة وغير نظرتنا إلى مفهوم البطل الرياضي. في النهاية رفع ميسي كأس العالم ليثبت أن الطفل الذي حارب لأجل النمو نما ليصبح الأعظم على الإطلاق. صوت الصحافة، نبض الخبر.